جراح القلب لما بيجي يفتح صدر المريض ويبدأ يفصل قلبه عن باقي الأعضاء والقلب بيقف، الجسم هنا ما بيموتش، على الرغم من معرفتنا إن لو القلب وقف معنى كده إن الدم مش هيروح لباقي الجسم، والمخ بيبدأ يموت بعد 3 دقايق من توقف الدم. إيه اللي بيحصل هنا بقى علشان باقي الأعضاء تفضل عايشة وما تموتش؟ عايزك ترحب معايا ببطل أوضة العمليات في جراحات القلب والصدر. الجهاز اللي أنت شايفه قدامك ده بنقول عليه جهاز القلب والرئة الصناعي. تخيل بقى جهاز كبير عريض كده بيحاول يعوض بس وظيفة القلب اللي حجمه لا يكاد يتعدى القبضه بتاعت الايد بتاعته. وظيفته هنا بيبدا ياخد الدم اللي طالع من الجسم بتاعك اللي ما فيهوش اكسجين ويبدا يفلتره ويدخل فيه اكسجين ويرجعه للدم بتاعك عشان باقي اعضاء جسمك تفضل شغال. الجراح يبدا يشتغل بمزاج وقلبك مفتوح قدامه، ولما بيخلص العمليه بيبدا يرجع الاورده والشرايين تاني للقلب والقلب بيرجع يشتغل. فتخيل بقى جهاز كبير قد كده بيحاول يعوض وظيفه القلب والرئه الاساسيه اللي ربنا اصلا انعم عليك بيهم، وانت حضرتك بتدمرها سواء بقى عن طريق التدخين او الاكل البايظ اللي بيعمل تصلب شرايين ويدخلك في امراض تستدعي ان انت تستخدم الجهاز ده في العمليات. وبس كده، لو اول مره تعرف المعلومه ديت ما تنساش تكتب تحت في الكومنتات سبحان الله.